هل فعلا الكارديو على معدة فاضية بيحرق دهون أكتر من الكارديو بعد الأكل؟ أيوة، بس مش زي ما الناس متخيلة. لما بتاكل جسمك بيفرز هرمون اسمه الأنسولين. الهرمون ده ليه وظيفتين أساسيين. أولا بيساعد جسمك يخزن الطاقة اللي جاية من الأكل، وفي نفس الوقت بيبعت إشارة مؤقتة للجسم إنه يقلل حرق الدهون كمصدر للطاقة. علشان كده لما بنتمرن كارديو ومستوى الأنسولين عندك يبقى منخفض، زي وقت الصيام أو قبل الفطار، جسمك فعلا بيعتمد على الدهون كأكتر مصدر للطاقة. وبعض الدراسات لقت إن الجسم ممكن يحرق دهون زيادة توصل لحوالي 30% مقارنة بالكارديو بعد الأكل. طيب ده كده معناه ان كارديو الصيام اسهل؟ الحقيقه لا، جسمك اذكى من كده. لما تحرق دهون اكتر وقت التمرين، جسمك بيعوض ده من خلال باقي اليوم، فيبدا يحرق دهون اقل ويعتمد على الكربوهيدرات اكتر، والعكس صحيح. فسواء حرقت 500 سعره او اكتر، اغلبهم على الدهون وانت صايم هو نفس 500 سعره اللي اغلبهم من الكربوهيدرات بعد الاكل. فنهايه اليوم اجمالي الدهون اللي جسمك بيحرقها بيكون تقريبا واحد، لان خساره الدهون الحقيقيه مش مرتبطه بوقت التمرين. لكن حرق الدهون الحقيقي بيحصل لما تحرق من السعرات اللي متخزنه جوه جسمك، وده اللي بيحصل وبيتحقق من عجز السعرات الحراريه في الدايت بلان بتاعنا. فكارديو وانت صايم، كارديو بعد الاكل، هي شوف ايه اللي انسب لك وايه اقل حاجه انت بتكرهها وظبط اكلك.